وتجاوز تعادلات الأسابيع الأربعة السابقة عندما التقى النصر في الجليب، وما بين العربي صاحب المركز السادس والعنابي صاحب المركز السابع هناك نقطة واحدة فقط تفصلهما عن بعضهما البعض، فكان اللقاء صعبا على الطرفين رغم الأفضلية العرباوية ومهاجمة مرمى الحارس أحمد عادي، ومع تنويع العربي لهجماته، خاصة وأن صانع ألعابه محمد تشراق كان مزاجه عاليا هذه الليلة. وبعد كرة طويلة عادت من الدفاع النصراوي ومع ملامستها الأرض سددها محمد تشراق مباشرة في المرمى العنابي تحت أنظار جماهيره العرباوية الحاضرة التي آزرته بقوة. وبعد هذا الهدف تمر دقائق الشوط الأول دون إضافة أي هدف آخر رغم تهديد مهاجمي الفريقين لمرمى بعضهما البعض. عاد الفريقان للشوط الثاني بعد دخول عيسى وليد بديلا للمصاب حسين المسوي، وبدأت الأعصاب تشتعل خاصة بعد مرور الدقائق الخمس الأولى عندما طرد حكم اللقاء علي محمود لاعب النصر محمد عبد الله بعد حصوله على إنذار ثان بعد دخوله على محمد تشراق. العربي يبحث عن هدف آخر وتشراق يمرر كرة بينية لفهد الرشيدي المنفرد بالمرمى، لكن كرته ذهبت فوق العارضة ليعود كرت الحكم علي محمود الأحمر من جديد في الدقيقة 29 ويرتفع في وجه مدافع النصر عصام فايل بعد إعاقته لفال في منتصف الملعب. ورغم النقص يدافع النصراوية بكل قوتهم ويحاولون الهجوم على مرمى الرشيدي لكن دون جدوى، ليعود تشراق من جديد ويمرر لفال، لكن الأخير لم يكن في هذا اللقاء كما عهدته الجماهير العرباوية بعد أن حرمه عزيز كميل من التسجيل لتحمر من جديد. ويطرد حكم اللقاء مدافع النصر عبد الرحمن البناي قبل نهاية اللقاء ب3 دقائق، وتستمر النتيجة كما هي، هدف عرباوي وحيد رغم الكروت الحمراء الثلاث التي رفعت في وجه لاعبي النصر. واللاعب لما يغلط على الحكم في قانون يحمي الحكم. من اللي يحمي الحكم؟ من اللاعب، من اللاعب من الحكم. سؤال يعني شوف انت لو تشوف المعامله يمكن ما راح تبين تطلع في تقريركم الاخطاء، شوف المعامله شلون يكلم لاعبين النصر وشوف شلون يكلم لاعبين العربي، هذا بحد ذاته ينرفز اللاعب داخل الملعب. اوكي نمسك ونوصي الربع، امسكوا اعصابكم، شوفوا شلون قاعد ينرفز لاعبين، شوف شلون يكلمهم، شوف شلون يكلم طلال، شوف شلون يكلم محمد شراق، شوف شلون يكلم اللاعبين الثانيين. سؤال ليه متى احنا كذي؟ علي محمود مو اول مره ويانا، علي محمود هذه رابع مباراه خامس مباراه من العام وضد العربي ونفس الفريق، مو بس النصر، اكثر الفرق ويا السالميه والتلعام يا فرج، واللي قبله ويا الكويت واللي قبله القادسيه، ومشكله شنو؟ كلها مصالح العربي. ليش؟ شوف يمكن المباريات هذه احنا يمكن لعبنا تحت ضغط امانه، يمكن 4 نقاط من 4 مباريات، وهالمباراه هذه يعني تعتبر مباريات، الحين قاعد نلعب مباريات نهائي خلاص، ما في مجال للتعادل والخساره. يمكن البعض يقول صح احنا ضيعنا، فريق النصر مطرود منه 3، مع ان امانه فريق النصر فريق زين، ما هو الفريق اللي تقول والله الفريق اللي طقه 5 ولا 6، لا والله بالعكس قدموا النصر، واحنا امانه الربع قدموا التركيز كان فيه، بس احنا نحتاج الفوز امانه. العربي تقدم خطوه مهمه بهذا الفوز ووصل للمركز الرابع برصيد 7 نقاط، اما النصر فبقي على رصيده السابق ب3 نقاط في المركز قبل الأخير. مبارك الدوسري، ملعب الوطن.